الفيلم ديالنا كيبدا مع جوج مملكات عندهم عداوة مع بعضياتهم من قديم الزمان. المملكة الأولى فيهم بشر عاديين كيحكمهم واحد الملك طماع، وكان كيحقد على المملكة الأخرى اللي سميتها مملكة المورس، لحقاش كانت زوينة وفيها بزاف ديال الخيرات. وما كانش عايشين فيها البشر، كانوا عايشين فيها مخلوقات غريبة شوية، وما كانوش محتاجين الملك لحقاش كلهم ظريفين وتايقين في بعضياتهم. وكانت معاهم واحد الجنية سميتها ماليفيسنت، كانت كتشبه البشر. واحد النهار وصلاتها الخبار بلي واحد صاحبنا سميتو ستيفان دخل الاراضي ديالهم وسرق واحد الجوهره، وفاش هضرات معاه عرفات بلي ما عندوش والديه، داكشي علاش سرق. وانا سمحات ليه ميليفيسنت وعز عليها، وبقات كتحس بشي حاجه من جهته. وفاش سلم عليها باش يمشي حرقها في يديها لحقاش كان لابس خاتم ديال الحديد، والحديد كيحرق الجنيات. المهم من بعد هادشي بداو كيتلاقاو كتر وكيدوزو وقيت زوين مع بعضياتهم، وحتى ولاو صحاب، ومن بعد ولاو حباب. موراها جا عيد ميلادها وكملت 16 عام، وستيفن ما جابش ليها الكادو لحقاش حازق، ولكن عطاها بوسه وقال ليها هذه قبلة حب حقيقي. موراها خونا ستيفن عطاها خاويه في عمره وقلب على ميليفيسنت بالحجه ديال انه خاصو يشوف مستقبله. وكانت ميليفيسنت كبرات حتى هي ورجعت من اقوى الكائنات في داك المملكه، وهي اللي تكلفات بالحمايه ديال المملكه. وكانت كتدوز وقتها بالنهار كطير ومقابله المملكه، وبالليل كتجلس بوحدها وهي مستغربه من التصرف ديال ستيفن. وانا حقدات على البشر، واللي زاد حقدها في البشر باش هجم الملك طمع على المملكه ديالها باش يشفروا الثروات ديالها، وجايب الجيش ديالو وهو تايق في راسو، وما عارفش بلي الجيش ديال مملكه ميليفيسنت كله وحوش ومخلوقات غريبه. نتوما عارفين النتيجه كي غتكون، رتكوهم بحال شلاضه. وفاش مشات ميليفيسنت باش تصفيها لداك الملك دفعها بيدو وحرقها لحقاش كان لابس واحد الليكاس ديال الحديد، وهرب هو والجيش ديالو. وفاش وصل للقصر كان شاده الموت، ولكن خونا مازال حاقد. جمع المساعدين ديالو واللي كان ستيفن واحد منهم، وقال لهم بلي راه ما بقى والو يموت، والوصيه ديالو هي اللي يقدر يقتل ميليفيسنت ويرد الهيبه للمملكه ديالو، غيزوجو بنته ويعطيه العرش يحكم في بلاصتو. وانا ستيفن مشى عند ميليفيسنت وكلا ليها راسها بجوج كلمات وبقى عليها سمحي ليه وكذا، وحيت هي كانت كتبغيه تاقت فيه سمحات ليه. وبالليل عطاها واحد المخدر شرباتو وجبد الموس باش يقتلها، ولكن بالزربه انبو الضمير ديالو وما قدرش يقتلها. ولكن خونا غالب عليه الطمع وعملو البصيره، وهو يفكر باش يقطع عليها جناحها ويقول الملك بلي قتلها ويعطيه الدليل. وداك الشيء اللي كان غير شاف الملك جني وحات، قال ليه صافي انت الخليفه ديالي. وفي ذاك الوقت كانت ميليفيسنت فاقت وما لقاتش جناحها، وهنا عرفت الحقيقه البشعه ديال البشر، وتاكدت بلي ما كاين لا حب ولا محزان، ما كان غير الغدر والطمع وحب السلطه. هزات الدقه في قلبها وصيبات واحد العصا سحريه باش تتكى عليها في الطريق. واحد النهار شافت واحد خونا كيصيد واحد الغراب، بقى فيه هذاك الغراب وهي تعتقو، حولاتو البشر وقالت له المقابل ديالي هو انك تعاوني في واحد المهمه، نحولك لاي حاجه احتاجيتها. اول حاجه طلبتها منه هي ترجعو غراب تاني ويمشي يجيب لي اخبار الملك من القصر، وعرف باللي الملك صافي مات، وباللي ستيفن هو اللي ولا ملك في بلاصتو، وتزوج ببنته ولدات ليه بنيته سميتها اورورا. وكانوا دايرين ليها حفله كبيره في القصر وكلشي معروض، وكانت هذه هي الفرصه ديال ميليفيسنت باش تنتقم. مشات عندهم للقصر وبقات كتضحك عليه، وكان الملك خايف لحقاش عارف راسو داير العيب، وكان الانتقام ديالها هو واحد التعويضه دارتها الاورورا اللي كاع اللي غادي يشوفها غادي تعجبه وغتخليه في خاطره. ولكن فاش دير 16 عام غتجرح صباحها بواحد الابره، وموراها غتنعس نعسه وحده وما عمرها ما غتفيق. وانا ستيفن بدا كيطلبها وقال لها بلي هو اللي داير العيب، والبنت ما عندها علاقه في هادشي. وهي ترد له الصرف وضرباتو بسلاحه وقالت له الا بغيتيها تفيق خاص شي واحد يبوسها، ولكن تكون قبلة حب حقيقي، لحقاش هي اصلا خدات فكره على البشر بلي ما كيعرفوش شنو هو الحب. وهنا الملك تدمر ودخل في اكتئاب لدرجه فاش وصلاتو الخبر بلي مراتو كتموت ما داهاش فيها، وبقى الهم ديالو الوحيد هو يدخل المملكه ديال ميليفيسنت ويقتلها باي طريقه. في نفس الوقت خاف على بنته، داكشي علاش جاب 3 ديال الجنيات اهم بنته باش يربيوها بعيده على داك الحرب، وملي تكبر ودير 16 عام عاد يجيبوها. ولكن الجنيات ما عندهمش اي خبره في التربيه ديال البشر، وما عرفوا لا يوكلوها ولا يقابلوها. ولكن كان داك الغراب مكلف بها لحقاش ميليفيسنت كانت راده ليها البال من بعيد وخايفه عليها، واخا كانت كتبين باللي ما كتحملش داك البنت، ولكن من قلبها كانت كتبغيها وكتخاف عليها، وداك الشيء كان كيبان في عينيها والتصرفات ديالها. اورورا حتى هي كانت بنت زوينه وظريفه ودغيا كتدخل الخاطر وكتعامل مع اي كائن باداب. المهم دازت الايام وكبرت اورورا ولا عندها الفضول باش تدخل المملكه ديال المورس ديال ميليفيسنت اللي كانت ميليفيسنت مدورة عليها بواحد الشجر مشوك باش تحميها من ملك ستيفن. وفاش وصلت اورورا لداك الحدود
زربات عليها ميليفيسنت ولهاتها بشويه ديال المخلوقات الخياليه، داكشي اللي خلاها تنسى. بقات حاضياها من بعيد، ولكن اورورا قالت ليها بلي راني عارفاك هنا وعارفاك كنتي مراقباني هاد الوقت كامل. فاش خرجت ليها ما كانتش خايفه منها ومن السحر ديالها، بالعكس كانت فرحانه بيها وبداك الغراب اللي معاها. ومن داك الوقت ميليفيسنت ما قدرتش تنافق راسها، وبان عليها قداش ولفات باورورا بحال بنتها، وبقات مقابلاها اكثر من الاول، لدرجه واحد النهار بغات تزول عليها داك التعويذه ولكن ما قدراتش لحقاش اللعنه ما كتزولش. واحد النهار هما جالسين قالت ليها اورورا بلي فاش نكبر غادي نجي نعيش معك، وهي تقول ليها علاش حتى تكبري، اجي دابا. فرحات اورورا وعجبها الحال وقالت ليها صافي، ولكن قبل خاصني نقولها الجنيات بعدا. وهي غادا في الطريق لقات بالصدفه واحد خونا سميتو فيليب، كان سالف وكيقلب على القصر ديال المملكه، وهي تنعتولو وكان باين عليهم باللي شي تزعط في شي. المهم وصلت اورورا للدار باش تقول لهم باللي غتمشي تعيش مع ميليفيسنت، وهنا تزرفوا وقالوا لها ما يمكنش لحقاش باك قال لينا تبقاي معنا حتى ديري 16 عام وعاد تمشي، وهما كانوا كاتبين عليها وقال لها باللي ما عندها لا باها ولا امها. وهنا تصدمات واضطروا الجنيات باش يعاودوا ليها البلان كامل، وباللي بسبب ميليفيسنت والحرب وداك التعويذه مشات عند ميليفيسنت حاقده وتفرقعات عليها، ومشات للقصر ديال باها وعنقاتو. ولكن هو كان نسى بلي عنده شي بنت، وكان قلبه اصلا عمرو عرف المحنه، ولكن كان باغي يحميها وصافي. المهم امر الحراس ديالو باش يسدوا عليها في بيتها، ولكن هي مولفه في الغابه بالزربه قدرت تهرب. ولكن داك الوقت كانت وصلت لوقيته ديال التعويذه، لحقاش كملت 16 عام وهي الجرح راسها بليبره ونعسات. وفي طبيعه الحال ميليفيسنت ما خلاتهاش ومشات كتجري للقصر وجايبه ليها فيليب باش يعطيها داك البوسه ديال الحب الحقيقي وتسالى داك اللعنه، ورماتو حدا البيت ديال اورورا باش الجنيات يديوه عندها. وفاش باسها ما وقع والو، وداك الساعه ميليفيسنت بقى فيها الحال وندمات، ومشات حداها وقالت ليها بلي انتي ما تستاهليش هاد الشيء والغلطه ديالي انا، لحقاش كنت معميه بالانتقام وكذا وكذا وكذا. وفي التالي باستها وقالت ليها سمحي لي، وهي غادا بحالها. اورورا فاقت لحقاش ميليفيسنت كانت كتبغيها من قلبها. حتى قلنا كلشي تقاد وسال الفيلم، وهو ينوض السي الملك ستيفن ورمى على ميليفيسنت واحد الشبكه ديال الحديد، ولكن قبل ما تحرق حولت الغراب لتنين كبير وبدا كيشوط ليا في بنادم. ولكن خونا كان موجد للحرب من قبل، دغيا ربطوا التنين وحاصروا ميليفيسنت بداك الدروع ديال الحديد، وجا الملك ستيفن وبدا كيضرب فيها. غادي تسولوني على اورورا فين كانت؟ اورورا كانت امراتها ميليفيسنت باش تبقى الفوق حيتاش خايفه عليها، ولكن بالصدفه لقات الجناح ديال ميليفيسنت وهرسات الفيترينا فين كانوا. وقبل ما الملك يضرب ميليفيسنت ويصفيها ليها رجعوا ليها جناحها، وهنا ما بقى نافع معها لا حديد ولا نحاس، خلطات ليا البشر ودات الملك للسطح باش تلوحو. ولكن قلبها عاوتاني ضرها وهي تسمح له، ولكن موراها اللي في قلبه الغدر غيبقى غدار، وهادشي اللي وقع. وفي الاخير اورورا مشات تعيش مع ميليفيسنت وزولات الحدود ما بين الممالك بزوج، ورجعت اورورا هي الملكه ديال داك الممالك بزوج. وموراها جا فيليب شاف فيها وشافت فيه، والخبر في راسكم.